الفكرة دايما في البداية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اساس اي حاجة البدايات. دايما نسمع كليشيه حلاوة البدايات، جمال البدايات، روعة البدايات، بس الاساس في البداية. ازاي ببدأ علاقتي مع اللي قدامي، شريك حياتي، وازاي بيبدأ علاقته معايا. وعادة واللي مش اي حد بيقوله هو ان الرجالة بتحب تتكلم في علاقاتها عن الحاجات اللي مش فيهم. الستات بتقول عكس اللي ناقصها دايما. فالمهم ان انت تعرف هو عايز يبدأ ازاي، عايز يبدأ بشكل صحي توازن حقيقي، ولا عايز يبدأ باللي هو متمنيه واللي هو عايزه واللي مش عايز يبان فيه. انا خلود طارق، ودي قناة موسى سايكوثيرابي. موضوعنا النهاردة عن التفاهم بين الاتنين. ازاي اقدر من ناحيتي اخلق التفاهم والتواصل بيني وبين اللي قدامي، واساعده في نفس الوقت لو ما عندوش القدرة ان هو يخلق التفاهم بيني وبينه. ده اولا بيكون نابع من التفاهم وفهم الشخص لنفسه. بمعنى ايه؟ انا ازاي اقدر اتفاهم مع اللي قدامي واوصل هو محتاج لايه، واوصل له انا محتاجة ايه، لو انا مش فاهمة نفسي، مش فاهمة انا عايزة ايه، مش فاهمة احتياجاتي ايه، مش فاهمة رغباتي ايه. كل ده بيجي من فهم الشخص لنفسه، فهمه لذاته. فده بيتطلب ان كل واحد يكون متفاهم مع نفسه، متصالح مع مشاكله، وفي نفس الوقت عنده القدرة والاستعداد ان هو يبدأ يستقبل شخص جديد في حياته، يفهمه ويتفاهم معاه ويتصالح مع مشاكله. ولو في خلل ومفيش توازن من الناحيتين، ده في الغالب بياخد وقت على ما بيعمل نقطة وصل، الاتنين يقدروا يخلقوا نقطة وصل بينهم وبين بعض. ده بياخد وقت، ولكن كل ما يكون الاتنين متفاهمين مع نفسهم وبالتالي قادرين يخلقوا الوصل والتفاهم مع اللي قدامهم، كل ما كانت العلاقة صحية ومتوازنة أكتر. وده بيجي ازاي؟ أول حاجة التواصل، إن الاتنين يتواصلوا مع بعض. لازم أما الشخص اللي قدامي يرجع البيت أو أنا لما أرجع البيت ألاقي حد يتكلم معايا، يسمعني، يفهمني، يحلل المشاكل معايا، ويفرح لي في نجاحاتي وافرح له في نجاحاتي. فالتواصل مهم جدا. وانا لو مش هلاقي كل ده لما ارجع البيت، ارجع البيت ليه؟ رقم 2 المهمة جدا، قلب الكراسي. لما تقلب كرسيك مع اللي قدامك وتحاول تفهم من منظوره ومن وجهة نظره ومن طبيعته كشخص، ردة فعله، دوافعه تجاه موقف معين، سلوكياته، أفكاره وكلامه أوقات كتير، هتقدر تفهم هو ليه يتصرف بالشكل ده في الوقت ده، وبالتالي ده هيحميك وهيحمي اللي قدامك وقت الخلاف بشكل كبير جدا. رقم 3 ان الاتنين يكونوا قادرين يحددوا هم عايزين ايه، محتاجين ايه، وامتى قادرين ان هم يخوضوا حوارات معينة، وامتى ان هم يسكتوا يكون احسن بالنسبة للخلافات في اوقات كتير. بمعنى انا بحدد انا امتى قادر اتكلم، انا امتى قادر حابب اكون ساكت ما اتكلمش، امتى انا محتاج اللي قدامي يتكلم وانا اسمع بس، وامتى اللي قدامي يسمعني ومش عايزه اسمع حاجه. فرغباتنا واحتياجاتنا وكل ما يخص احنا محتاجين ايه فعلا من اللي قدامنا، واللي قدامنا محتاج ايه مننا. بعد كده بيجي التقدير. انا بقدر اللي قدامي ازاي وهو بيقدرني ازاي. الاحترام، لان دول اساس التفاهم والتواصل والى اخره. فلما اعرف ازاي اقدر اللي قدامي واللي قدامي يبقى عارف وعنده فكرة يقدرني ازاي، كل العوامل دي مع بعض تساعدني وتساعدنا احنا الاتنين ان احنا نقدر نوصل لأكتر الاشكال قربا للتواصل
والعلاقة الصحية. تابعونا على موسى سايكوثيرابي على كل البلاتفورمز عشان يوصل لكم كل حاجة خاصة بالعلاقات. شكرا لكم.